Like 2-0, and I saw him in his eyes. He started. السلام عليكم، صحة رمضانكم، صحة فطوركم، أهلا وسهلا بالجميع. خاوتي مرحبا بكم. اليوم راح نتكلم إن شاء الله بعد هذه الأجواء الرائعة التي شاهدتموها في المنتخب الوطني الجزائري هنا، وهذه التحضيرات للمنتخب الوطني الجزائري بمدينة تيزي ويزو وأيضا في ملعب حسين آيت أحمد. راح نتكلموا اليوم في هذا اللايف إن شاء الله، راح يكون لايف ونكونوا زهوانين يعني بعد إن شاء الله الفوز على الموزمبيق اللي راهو أصعب خصم في الحقيقة، مع أن فزنا عليه هناك في بلاده. على كل حال راح نتكلموا على أفضل اللاعبين في المباراة سواء في المنتخب الجزائري أو في المنتخب الموزمبيقي. راح نتكلموا أيضا على المباريات القادمة إن شاء الله بعدنا أن نكونوا إن شاء الله عملنا الأهم وهو الفوز بهذه المقابلة. راح نتكلموا عن العديد من المباريات، استقبال الصومال، استقبال أوغندا، ذهاب إلى غينيا، المشاكل التي يعاني منها المنتخب الغيني، المشاكل التي يعاني منها المنتخب الجزائري ولو كانت قليلة، واللي منها الأكثرية الإصابات اللي راهي دائما يعني في وجهنا. نتمنى إن شاء الله أن نكونوا تكلمنا في هذه المواضيع في اللايف. راح يكون لايف إن شاء الله، راح نتكلموا في اللايف بعد نهاية المباراة مباشرة. باينا راح نصلوا تراويح، بعدها نجوا نشاهدوا المباراة، وبعد المباراة مباشرة راح ندخلوا إن شاء الله في اللايف ونتكلموا كعادتنا، وإن شاء الله مع جميع إخواننا ومحلليننا وأصدقائنا المفضلين والرائعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.